تحلم بتجربة سفر ما تنساها؟ تجربة تتناول فيها فطورك في ألمانيا وتستمتع معها بغدائك بسويسرا. كل هذا وأكثر في يوم واحد مليء بالمتعة والمرح، لأننا بنقدم لك رحلة مرة مميزة تستكشف فيها أجمل الدول. رحلة ألمانيا، النمسا، إيطاليا وسويسرا. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. رحلتنا بتبدأ من 23 إلى 31 من يناير ب9 أيام و8 ليالي من الفخامة والرفاهية. اليوم الأول بننطلق لميونخ، المدينة الألمانية العالمية، ودحين ما نوصل لفندق إقامتنا الفاخر راح نرتاح ونسوي إجراءات التسكين بكل سهولة. بعدها عندك خيارين، إما تستكشف المدينة بجولة خفيفة أو تستمتع بالهدوء في الفندق عشان تتأهل لليوم الثاني، واللي بيه راح نبدأ يومنا بفطور شهي ونطلع لجولة سياحية نزور فيها أهم معالم ميونخ. بعدين راح نتوجه لسوق الطعام في حي فيكتورلاند، واللي بيعتبر مكان مثالي لتجربة أكلات لذيذة وشهية. وإذا فضيت فيك تسوي شوبينج في أرقى المولات. اليوم الثالث ننتقل إلى سالزبورغ، المدينة النمساوية الساحرة. راح نسوي جولة سياحية وسط أروع الإطلالات وأمتع المزارات، وكمان راح نزور سالزبورغ أوتلت، حيث تجربة شوبينج فريدة وسط أرقى البراندات. اليوم الرابع نطلع لجولة بمدينة أنسبروك الخلابة ونزور البلدة القديمة ونشوف جمالها التاريخي، وكمان نمر على النهر الأنسبروكي لنلتقط أجمل الصور التذكارية. بعدها نرجع للفندق استعداداً لليوم الجديد، واللي بيكون اليوم الخامس. راح نسلم الغرف ونتجه للانطلاق لمدن زيورخ، ميلانو وميونخ. راح نبدأ من زيورخ ونزور المدينة القديمة ونشاهد مبانيها ومعالمها العتيقة. بعدها راح نقول هيا بنا للانطلاق لأروع المعالم السياحية. وبعد كل هذا فينا نختم اليوم بجولة شوبينج رائعة في واحد من أشهر أماكن التسوق العالمية في المدينة، وهو شارع باهنهوفشتراسة. الحين نكون وصلنا لليوم السادس، واللي راح نبدأ فيه أسعد الأوقات بأطيب فطور، ثم التوجه لزيارة أهم المعالم السياحية في ميلانو. فراح نزور قلعة ميلانو والدوما بيازا وغيرهم كثير من المعالم السياحية الرائعة. وراح نختم يومنا بجولة شوبينج في واحد من أشهر الأوتلتس في المدينة. اليوم السابع، وإيش رأيك نطلع على فينيسيا، المدينة الإيطالية الساحرة، ونزور ميناء سان ماركو ونسوي جولة بالقارب. وإذا توفر الوقت فينا نروح مصنع مورانو ونتعرف على أجمل أشكال الزجاج البلوري. وأما عن اليوم الثامن واللي بيكون آخر ليلة من ليالي رحلتنا الساحرة، فرح ننطلق فيه في زيارة للمدينة الإيطالية كومو، واللي معها راح نستمتع بوقت مثالي وسط الطبيعة الخلابة على البحيرة. وبعد كده راح نروح للوغانو بسويسرا لنستكمل جولتنا التأملية وسط الطبيعة الفريدة وبإطلالة على البحيرة المائية. فينا نقول إننا وصلنا لليوم التاسع والأخير من رحلتنا. راح نتناول فطورنا ونودع رحلتنا ونعود مرة أخرى لأرض الوطن بسلام. من هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وراح ننتظركم تشاركونا رحلتنا القادمة. ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد.